حياتنا ما بتخلاش من الأحداث الغامضة الغير مفهومة واللي عقلنا ما بيستوعبهاش ونقول أكيد دي مجرد صدفة. النهاردة هكلمكم عن حوادث الطائرات الأكثر غموضا في التاريخ واللي العلم فشل في إيجاد تفسير منطقي ليها. جهز لي نفسك عشان هاخدك معايا في رحلة على متن 3 طائرات ل3 جهات مختلفة. اربط حزامك ويلا بينا. أنا محمد مجدي ودي زجاجتها. أول رحلة معانا النهاردة هي الرحلة رقم 571 واللي قامت سنة 1972 وكانت متجهة من مونتيفيديو في أوروجواي إلى سانتياغو في تشيلي. الطائرة كان على متنها 44 راكب، 4 من أفراد الطاقم و40 مسافر، من ضمنهم 19 عضو من فريق الرugby أولد كريستيانز كلوب، واللي كان مقرر ليه إنه يخوض مباراة ودية في مدينة سانتياغو. بدأت الطائرة بالتحرك استعدادا للإقلاع، ولكن بعد فترة وجيزة وبسبب سوء الأحوال الجوية لجأ قائد الطائرة للهبوط الاضطراري في مدينة مندوزا الأرجنتينية عشان يقضوا هناك ليلة كاملة. لكن بسبب إن الطائرة كانت مستأجرة من سلاح الجو في أوروجواي أصبح بقائها على أراضي أرجنتينية أكثر من ذلك مخالفا للقانون، فاضطرت للإقلاع مرة تانية في اليوم التالي الجمعة 13 أكتوبر. وبسبب ان الطيارة كانت غير مؤهلة للطيران على ارتفاع اكتر من 6500 متر، قرر قائد الطيارة اتخاذ مسار جوي فوق معبر بلانتشوس، وده بسبب ان الهضاب الجبلية هناك ارتفاعها اقل. وبالرغم من ان المدة المقررة للرحلة هي 90 دقيقة، الا ان الطيار بعد مرور ساعة تقريبا ابلغ برج المراقبة بان الطيارة ما زالت فوق المعبر. وقبل ما تنتهي المدة الزمنية المحددة للرحلة أبلغهم الطيار بأنه وصل مدينة كوريكو، واللي بتقع على بعد 178 كيلومتر جنوبا من مدينة سانتياغو. لكن للأسف الشديد ارتكب الطيار خطأ ملاحي من حيث تحديد موقع الطائرة، واللي كانت لسه بتحلق فوق جبال الإنديز وما كانتش لسه وصلت كوريكو زي ما بلغهم. وبسبب الخطأ ده واللي ما أدركوش برج المراقبة ادوا الإذن للطيار بالهبوط عشان تصطدم الطيارة بقمة الجبل وينفصل ديلها وأجنحتها عنها وتنزلق على الجبل. توفى 12 شخص على الفور، ولكن المأساة الحقيقية هو الكابوس اللي مر بيه باقي الركاب بعد سقوط الطائرة، والصراع من أجل البقاء والاختبار الحقيقي للقيم الأخلاقية والإنسانية. أدرك الركاب أنهم على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر، بدرجة حرارة تصل إلى 30 تحت الصفر، مع كمية بسيطة من الأكل موجودة داخل جسم طيارة محطم بالكامل يتم استخدامه كمأوى من الرياح والتلج. وبعد مرور 10 أيام سمع الركاب في الراديو اللي كان معاهم إن رحلة البحث عنهم اتلغت، وده بسبب إن فرق الإنقاذ فشلت في العثور عليهم. وده اللي وصل الركاب إنهم ياخدوا قرار مأساوي خلى حادثة جبال الإنديز من أغرب حوادث الطيران اللي ليها صدى كبير، وتصدرت عناوين الصحف بعد كده. والسبب إنهم ابتدوا ياكلوا جثث الركاب المتوفيين من أجل التغلب على الجوع والبرد. واستمر الكابوس ده لمدة 72 يوم في صراع على البقاء، وده اللي خلى العالم بعد كده يطلق عليها معجزة جبال الإنديز. وهي القصة اللي ألهمت صناع فيلم سوسايتي اوف ذا سنو، واللي ابتدى يتعرض في الفترة الأخيرة على منصة نتفليكس، واللي بينافس على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم روائي أجنبي. تاني رحلة معانا النهاردة هي رحلة اختفاء رائدة الطيران الأمريكية أميليا إيرهارت، واللي فقدت فوق المحيط الهادي وهي بتقوم بجولة حول العالم. الجدير بالذكر إن أميليا مش مجرد رائدة تعمل في مجال الطيران، وده بسبب إنها حققت إنجازات كبيرة في مجال السفر الجوي، وحصلت على وسام الطيران المتميز DFC، وهو وسام عسكري يمنح للأفراد اللي قدروا يحققوا إنجاز بطولي في الرحلات الجوية، وكانت أول امرأة تحصل على هذه الجائزة. إيرهارت هي تاني شخص بعد تشارلز ليندبرغ تطير بمفردها عبر المحيط الأطلسي، حيث كانت تحلق على ارتفاع أكثر من 14,000 قدم، وحازت على العديد من الألقاب أشهرهم الفراشة، وده اللي أثار غموض كبير حول اختفائها. لكن للأسف نجاحها ما استمرش كتير. في 2 يوليو سنة 1937 قررت إيرهارت الإقلاع برفقة الملاح فريد نونان في طائرة لوكهيد ليكتر في مطار لاي في بابوا غينيا الجديدة، واتجه إلى جزيرة هاولاند، واللي معروفة إنها جزيرة غير مأهولة
تقع بالقرب من خط الاستواء ومنتصف الطريق بين استراليا وهاواي، لكن للأسف ما وصلوش لوجهتها. ومن وقتها فرق البحث والإنقاذ كرست وقت طويل للبحث عن الطيارة المفقودة. في الوقت نفسه قام زوجها جورج بوتنام بتأجير سفن مدنية للبحث عن إيرهارت، ومع ذلك لم يتم العثور عليها أو على حطام الطائرة. والتفسير الرسمي للي حصل إن وقود الطائرة نفد مما أدى إلى سقوطها وتحطمها في المحيط الهادي. لكن الغريب إن قبل رحلة إيرهارت الأخيرة أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية سفينة خفر السواحل الأمريكية إيتاسكا لدعم إيرهارت على الجزيرة بتوفير ملاحة جوية دقيقة ووصل اللاسلكي لتوجيه الطائرة إلى موقع الجزيرة. لكن الاتصال اللاسلكي بين إيرهارت والسفينة كان متقطع، وده بيثير علامة استفهام حول حقيقة اختفائها. ومن المفترض أن تجد أميليا دليل على اكتشاف موقع الجزيرة بسبب الدخان المنبعث من قمة السفينة، وده بيأكد احتمال إنهم ضلوا طريقهم وسقطت بيهم الطائرة. وفي رواية أخرى بتقول إنهم طاروا لجزر مارشال، وهناك اعتقد اليابانيين إنهم جواسيس أمريكان فأسقطوا الطائرة. وبالرغم من مرور 90 سنة تقريبا على الحادث، لم يتمكن أحد حتى الآن للوصول إلى السبب المؤكد حول اختفائها، مما ترك جدلا واسعا إلى الآن. آخر رحلة معانا النهاردة هي رحلة رقم MH370. في 8 مارس سنة 2014 طائرة من طراز بوينج 3 سبعات اتحركت من مطار كوالالمبور جنوب ماليزيا وخرجت متجهة إلى بكين في الصين. الطيارة كانت بتنقل 239 راكب، من ضمنهم 12 فرد من الطاقم، إلى جانب شحنة مجهولة الهوية، وخليكم فاكرين الشحنة دي كويس عشان هنحتاجها قدام. بعد ساعة من تحرك الطائرة بمجرد خروجها من المجال الجوي الماليزي اختفت الطائرة تماما، وفشلت أنظمة المراقبة في تحديد مكانها عشان تبتدي بعدها رحلات البحث والاستكشاف في آخر مكان اترصدت فيه، لكن دون وجود أي أثر. ودي ما كانتش علامة الاستفهام الوحيدة، لأن اختفاء الطيارة خلى الرأي العام يتشتت بين كذا سيناريو. أولهم إن الطيار أحمد زهيري شاه انتحر بسبب خلافاته مع زوجته عن طريق انحرافه عن مساره ودخوله أعماق المحيط الهندي، والاحتمال التاني إن الاستخبارات الأمريكية تكون السبب وراء اختفائها. شارك في عمليات البحث 42 سفينة و39 طيارة من 12 دولة في محيط بحث حوالي 27,000 ميل بحري، وده لأن الوقود المتوفر في الطيارة يكفيها لمدة 6 ساعات حسب إحصائيات مركز الطوارئ في ماليزيا، وده يخليها محصورة بين احتمالين، يا إما هبوط اضطراري أو السقوط. الغريب إن أهالي الركاب لما كانوا بيتصلوا على ذويهم التليفونات كانت بترن لكن محدش كان بيرد، عشان تخرج الحكومة عن صمتها ببيان رسمي تقول فيه إن الطيارة انحرفت عن مسارها في الاتجاه المعاكس ورجعت ناحية ماليزيا في اتجاه مضيق ملكة لحد ما اختفت فجأة. وده الكلام اللي أكده الجيش الماليزي، ودي الفرضية اللي سلم ليها الرأي العام والسلطات، لحد ما نتفاجئ بسيناريو جديد يغير كل الاحتمالات والفرضيات اللي فاتت، واللي بيفيد بوجود معدات على الطيارة تخص شركة اتصالات فضائية إنمارسات. والمعدات دي بتبعت إشارات تحديد الموقع لقمر صناعي تابع للشركة كل ساعة. والمفاجأة إن المعدات فضلت على نفس الحال لمدة 6 ساعات بعد اختفاء الطيارة، واللي بتفيد بإن آخر إشارة استقبلها كان في موقع جوه المحيط الهندي. وعلى الأساس ده تم افتراض إنها طارت في اتجاه الجنوب ودخلت في أعماق المحيط الهندي، وده بينفي وجود أي ناجيين للرحلة، لأن فرصة أو احتمال وجود أي ناجي في الرحلة مستحيل في الظروف السابقة. وخرج رئيس الوزراء الماليزي ونعى كل الركاب، لكن أهلهم ما كانوش معترفين بالنظرية دي، لأنها تم اعتمادها بناء على حسابات رياضية بدون وجود دليل مادي وهو حطام الطائرة. وده اللي خلى الصحافة تعتقد بأن الحكومة الماليزية لها يد وراء اختفاء الطيار ومخبية سر كبير، وابتدى الموضوع ياخد أولوية كبيرة عند وسائل الإعلام والصحافة، وكل واحد يكتب عن الموضوع من وجهة نظره. ومن ضمن الصحفيين اللي كتبوا عن القضية الصحفية الفرنسية فلورنس دوشينجي، واللي اشتبهت في أن الطائرة تم إسقاطها عن طريق الصدفة بواسطة طائرة مقاتلة أو نظام سلاحي جديد موجه بالليزر يتم اختباره في المنطقة في ذلك الوقت. وتعتقد دوشينجي أن الرواية الرسمية لسير الأحداث هي تغطية لإخفاء أن الطائرة كان بداخلها شحنة غير مشروعة لم يتم فحصها قبل وضعها على متن الطائرة، لذلك تم اعتراضها بواسطة طائرات حربية وأصدروا أمرهم للطيار بالهبوط، لكنه لم يستجب، وده اللي خلاهم يلجأوا للتعامل مع الطائرة بالقوة عشان يمنعوا الشحنة للوصول لوجهتها في الصين. وبعد مرور 4 سنين على اختفاء الطيارة،
خرجت الحكومة الماليزية بالسيناريو النهائي، واللي محتواه إن في قوة خارجية سيطرت على الطيارة وأجبرتها على الانحراف عن مسارها، وإن الحكومة متعرفش الطيارة اختفت فين. عشان تسيب رحلة MH370، واحد من أشهر الألغاز المتعلقة باختفاء رحلات الطيران في التاريخ، واللي محدش قدر يحله لحد النهاردة. وفي نهاية رحلتنا تقولنا تحت في التعليقات تفتكروا إيه سر اختفاء الطيارة الماليزية.